هات يا حبيبي العيدية أنا هحوشها لك. أكيد ده كان ردك على ابنك لما اداكي العيدية بتاعته بعد ما خدها، صح؟ تعالي أقولك بقى ليه ده غلط وليه الصح إن هم يديروا عيديتهم بنفسهم. أول حاجة تشرحوها لولادكم علشان يعرفوا إزاي يتصرفوا في أي فلوس بتكون معاهم، الفرق ما بين النيدز والوانتس أو الاحتياجات الأساسية المهمة والحاجات اللي ممكن أبقى عايزها. فلو أنا مثلا محتاج هدوم جديدة أو محتاج لبس وفعلا لبسي كله صغر عليا، بس في نفس الوقت عايزة أشتري لعبة جديدة، لا، ان انا اجيب لبس عشان ما عنديش لبس دلوقتي كافي مثلا اهم من ان انا اجيب لعبة. فلازم دايما يفكروا ويعرفوا هل دي حاجة انا محتاجها، حاجة اساسية ما اقدرش اعيش من غيرها، ولا حاجة ممكن استنى عليها واجيبها في وقت تاني اقدر اجيبه. تاني حاجة علموهم ازاي يحوشوا. فدايما لما بياخدوا اي مبلغ زي المصروف بتاعهم بتاع كل اسبوع، زي العيدية، زي اي فلوس دخلت لهم، يقسموها لكذا حاجة: جزء يصرفوه، جزء يحوشوه، وجزء يدوه للغلابة. فالجزء اللي بيحوشوه دايما ساعدوهم يحوشوه ازاي، ان ممكن مثلا يجيبوا برطمان كبير ويحطوا فيه كل الفلوس اللي بيحوشوها، وبعد وقت لما يكونوا مبلغ كبير ممكن يحطوه في البنك، ممكن يجيبوا مثلا حاجة كانوا محتاجينها. المهم ان هم يعرفوا يحوشوا. اما بعودهم ان هم يقسموا مصروفهم، مرتبهم، او الفلوس اللي جات لهم من اي حاجة على الثلاث حاجات اللي قلتها لكم، بكده انا بعلم ابني او بنتي ازاي يعرفوا يعملوا ميزانية. فلما يكبروا ويبقوا بعد كده مثلا في الجامعة أو يبدأوا يشتغلوا، لما يدخل لهم مبلغ معين هيعرفوا يقسموه على مدار الشهر، علشان لما يكبروا ما يبقاش معاهم فلوس تتصرف كلها في أول كام يوم في الشهر وبعد كده يقعدوا مش عارفين يتصرفوا ازاي. بعلمهم حاجة تانية، بعلمهم ازاي لازم يبقى في جزء ولو بسيط للمحتاجين والغلبانين. فإن دايما لازم أفتكر الغلابة واديهم حاجة بسيطة، علشان دي حاجة مهمة جدا لازم أعملها. فشفتوا بقى ازاي حتى العادية قلبناها لدرس مهم ممكن الولاد يستفيدوا منه؟ اكتبوا لي اي تعليق في الكومنتس لو عايزين تشتغلوا على المشكلة دي، وهنبعت لكم كل التفاصيل في رسالة.